بعد ما قعدت 30 يوم ما باكلش حاجه غير جانك فود، ناس كتير استغربت ازاي ما تخنتش غير 50 جرام. ففي الفيديو ده بقى هقول لك ليه في ناس بتاكل كميات قليله قوي وتتخن، ليه في ناس اول ما يقرروا ان هم ينزلوا الجيم يلاقي نفسهم تخنوا، وليه في ناس بقى بياكلوا اللي هم عايزينه وعمرهم ما بيتخنوا. وهبدا الفيديو ده بقى بهرم علي هاسلر للصحه المثاليه، وفكرته بسيطه. الجزء الفوقاني هو الانبوت اللي بيخش، والجزئين اللي تحت اللي بيخرج الاوتبوت، والهرم ده فيه كل حاجه انت تقدر تتحكم فيها فيما يتعلق بوزنك وصحتك. هبدا باول خانه في الهرم وهي اكسرسايز، الرياضه. وعشان نوضحها اكتر هديها كلمه لذيذه قوي، انايروبيك. يعني من الاخر اي حركه هتعملها نبضات قلبك هتبقى بتدق فيه بسرعه، تمرين او حاجه فيها مجهود عالي. هتقولي طب اعرف منين؟ ماهيش حاجه تقيس نبضات قلبك. اعمل تيست ان انت تحاول تتكلم مع حد وانت بتعمل التمرين، لو ما عرفتش يبقى انت كده تمام. المشكله الرياضه او الاكسرسايز فيها عيب قاتل، وهو ان هي بتجوع جامد جدا. هنتكلم اكتر على الجزئيه دي قدام. نيجي بقى لتاني جزء عندنا في الهرم، النيت، نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس. بالعربي نقدر نسميها الحركه بركه. ودي بقى حركتك اليوميه وانتوا مش متخيلين هي مهمه قد ايه، سواء بقى بتتحرك، بتعمل خطوات، بتنزل وبتطلع، بتعمل حركه شكلها عامل ازاي في يومك. طول ما احنا هنا في خانه الايروبيك فاحنا تمام. والايروبيك غير الانايروبيك، قلنا الانايروبيك اللي نفسك بيعلى فيه وبتبقى تعبان، اما الايروبيك اللي نفسك ما بيعلاش فيه وتقدر عادي تتكلم مع حد وانت بتتمشى وانت بتقدر تعمل الحركات. والحركه اليوميه بقى في الحرق ليها ميزتين. اول حاجه ان هي شغاله على مدار 16 ساعة، طول ما انت صاحي انت بتتحرك وبتحرق. تاني حاجة ودي الاهم، ان هي مش بتجوع، على عكس بقى التمارين القويه اللي قلنا عليها في الاول بتجوع، في نفس الوقت اخرك ايه، نص ساعه ساعه. نيجي بقى لاخر خانه، هو الانبوت الوحيد اللي عندنا كبني ادمين، وهو فود او الاكل. وانا مش هتكلم كتير في الاكل، هعتبر ان انت وكلنا عارفين ايه الاكل كويس والصحي والاكل اللي مش صحي، بس هنلعب لعبه بسيطه لو عايز تفضل صحتك كويس. طول ما انت بتعمل 2 من ال3 دول صحتك بتتحسن. تعال نبدا بمثال شخص مثلا قرر انه يروح الجيم ولقى نفسه تاني. اللي حصل ان هو بدا اكسرسايز، وزي ما قلنا مشكله التمرين ان هو بيجوعك جامد. بعديها روح البيت قال لهم انا تعبان، ما قامش من على الكنبه، حتى النور ما قامش يطفيه، ندى اخوه يطفيه له. في نفس الوقت بعد التمرين او التعب قرر انه يطلب فرخه شوايه سوري بالتوميه والبطاطس، فلقى نفسه بيتخن. مثال حلو تاني قوي، لو بصينا على افلام الابيض والاسود هتلاقوا الناس كلهم جسمهم حلو كده، مع ان ما كانش عندهم رياضه ولا اكسرسايز، بس الناس دي كان يومهم سواء هو ساكن في المدينه او ساكن في الريف دايما يومهم فيه حركه. في نفس الوقت الاكل كان نظيف، مفيش العك والقرف اللي عندنا. فبالنسبه لي هرم الهاسلر هو من احسن الاختراعات اللي في الدنيا اللي ليها علاقه بالصحه والتخن والخسسان، عشان بيديلك فلكسبيليتي او حريه. في يوم مثلا انا عندي عزومه وهبوظ الدايت اللي انا ماشي عليه، مفيش مشكله طالما هتحرك والعب رياضه. في يوم ماليش مزاج خالص اروح الجيم، مش مشكله، هحاول يوم يبقى فيه حركه واظبط اكلي. واللي اكتشفته مع الوقت ان الاحسن ان الواحد ما يمسكش في 2 بس مثلا يعملهم ويبوظ التالت، الاحسن انك تشفت ما بينهم على حسب المود بتاعك.